كلنا كنحلموا ببشره مثاليه وبيرفكت. بالحق ماشي سهل باش تكون عندنا ونحتفظوا عليها. ديجا هضرت على هذا الموضوع في بزاف ديال لي فيديو، هذا وهذا وهذا وهذاك وهذا، ولكن وتقول شي وحده ناضت ودارت النفس على المعكاز على اختها. بالحق هاد لا فيديو نديرو المعكازات اللي شادين المانطه وخايفين من لي ماسك اللي يديروا لهم تبوريشه. اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي كاملين تكونوا بخير وفي احسن حال يا ربي. عارفه راسي غبرت عليكم. اليوم غنهضر على واحد البرودوي اختي فن واعر خطير، شريته بزاف ديال المرات ومبقيتش عاقله شحال من خطره شريته، وانما غادي نبقى نشري ونبقى نشكر فيه حتى الصباح ما يقدنيش الوقت. ما غنهضروا على لا روش بوزي بومبي 5 بلس، واحد من اشهر المنتجات في السوق حاليا. غتلقاوه في لي بارافارماسي، غتلقاوه في لي فارماسي، غتبارفوميري، غتلقاوه في المواقع ديال البيع في الانترنت، غتلقاوه في لي باج انستغرام، باج فيسبوك، فين ما درتو غادي تلقاوه. كاينين فيه جوج الاحجام. الحجم الاول فيه 100 مل اللي هو هذا العبار الكبير. صراحه كناخذ العبار الكبير كيدي لي الوقت، اما الصغيره دغيا كتسالي وكنحساسي غير كنضيع فيها الفلوس، اما الكبيره كنستافد منها واحد شويه. الصغيره دايره 40 مل، الكبيره كناخذها وكنتهنى نساها كدي لي مزال. ندوزو المكونات اللي فيه البانتينول، وفيه ماده زبده الشيا، وفيه ماده المادكاسوزين. نهضروا مبدئيا على الماده ديال البانتينول. ماده كترطب البشره بيعو، وحتى زبده الشيا كترطب وكتخلي البشره مرطبه بزاف، اللي كتحافظ على الماء اللي فيها الا كانت ناشفه، وكتمنع التبخر ديال الماء وكتبقى رطبه. حتى الجليسيرين كيرطب البشره بعمق، كيعطي واحد التغذيه، كتحسوا بلاكو فيها واحد لا بريونس زوينه. وفيها المكون ديال المادكاسوزي، حتى هو واحد المكون في الاصل نباتي كيعتمدوا به شحال هذا على انه ما يبقاش لا تخاص ديال الحراره، الجرح، بزاف د الحوايج. ماشي لا تخاص القديم ما نهضروش عليه، لا تخاص اللي يلاه هبط تمايا فين كنخدموا هادي. المهم هذا المكون من اصل نباتي ومضاد للاكسده، مضاد للالتهابات، وكيساعد على تجدد الخلاوي في البشره، كتجدد البشره كامله والحاجز ديالها. وفيها بزاف د المواد اخرين باقي ما ذكرتهمش حيت المواد اللي فيها كثير بزاف. ذكرت المهم اللي فيها واللي كيساعد على هادشي اللي غادي نقول دابا. فيه حتى ماده الزنك والنحاس اللي مغذيين للبشره، وبزاف ديال المكونات مفيده للوجه. ومن فوائد بومبي 5 بلس هي عباره عن بلسم وملطف للبشره، كيصلح حتى البشره الملتهبه والمتقرحه والمجروحه متهيجه لمده طويله الامد. وفيها حموضه متوازنه بحيث ذلك كيهدئ البشره، كتصلح حتى الجلد المصاب والتشققات، كيهدئ من حراره الجسم، يسترجع قوه الحاجز الواقي ديال البشره، حيث كيحتوي على الماده ديال مادكاسوزين، وكذلك كيحمي من العوامل اللي كتؤدي للتلوث والعدوى. كتعالج حتى التصبغات ديال الجسم، كتعالج التصبغات الناتجه عن حراره ديال الشمس، سريع الامتصاص، خالي من العطور تماما. والطريقه الصحيحه باش كنستعملوه يمكننا نحطوه على الوجه. انا كنحطو على باقي الوجه، اللي كيقول لك ما تحطوش تحت العين، ولكن انايا كانت عندي حساسيه حول العين، كنت مشيت درت الغاسول الحامض يعني غير داكشي اللي كيحرق، ودار لي احمرار حول العين، وكانت هي اللي صراحه عتقات. هذه تجربه من التجارب ديالي حيت انا عندي البشره حساسه بزاف. غنقدروا نستعملوها للجسم كذلك والوجه، كنستعملوها كذلك حتى على الرضع والاطفال. بالنسبه للثياب ديال لي كوش زوينه مخيره ليهم بزاف، وكنستعملوها جوج ديال الخطرات في السيمانه لمده 4 اسابيع، وكيقضي على الحبوب الكبير والصغير اللي تحت الجلد واللي فوق الجلد قرح، وداك الحبوب اللي كيكون صغير بزاف، هذاك الحبوب اللي بيض، وكتقضي على اثار الحروق من الدرجه الاولى والجروح من الدرجه الاولى بحال هكا قميشات ديال شي قطه ولا شي حاجه، وكتعالج حتى الكدمات اللي في الجلد. وصراحه كتصلح بزاف الحروق عندهم البشره كانت محروقه من الدرجه الاولى، تصلح ليهم بزاف، وكترمم البشره واحد الدرجه اللي كبيره بزاف. حتى انا عن تجربه رمات لي البشره ديالي كامله وعاودتها من الاول وجددتها من الاول. بالحق البنات اللي سولوني شحال هذا واش تحيد الكلف، لا ما كتحيدوش صراحه. الكلف انا كنقول العلاج الاخر ومثالي الكلف هو اللازير، هو اللي كيتحيد به. مورا اي عمليه ديال اللازير ضروري ما خاصها تكون هذه، حيت كتهدئ البشره اللي كتكون يلاه كانت في الجلسه ديال اللازير غادي تكون حمراء وحساسه بزاف. ديجا هذه انا خرجتها لي الطبيبه، صراحه كنمشي بها حتى الحمام. ملي كنسالي الحمام ديالي خليها على البشره ديالي، ما كنغسلهاش، ما كتغسلش صراحه، كدار 2 المرات في النهار الا ما كنتيش خارجه. فيها الايكرون ديالها، ايكرون سولاي اس بي اف. هذه ماشي ايكرون، هذه كدار غير بالنهار في الدار، الا كنتي في الدار كديريها 2 الخطرات في النهار، مره في الصباح
ومره في العشيه ملي تبغي تنعسي كتخليها في وجهك ما كتغسل. بالحق الا بغيتي تغسليها راه كتلقايها ديجا ما بقاتش، ما كتخليش داك البيوضه الخايبه اللي كتكون في البوماد الاخرين. صراحه هذه كتحسي بوجهك متعطش لواحد الماده انت ما عارفاش شنو هي. ملي كتجي كتبغي تشلي شي حاجه كتلقاي ديجا البشره ديجا تشربات هذا البرودوي هذا. وصراحه كتصلح حتى الناس مثلا قرابين الفران، الصهد ديال الفران كتصلح ليهم، كتحمي لهم الحاجز. صراحه التجربه اللي غادي نقول لكم عليها لانه كتحيد الكحوله ديال الوجه من وراء الحماله، كتحيد الكحوله ديال العم، كتحيد السمرار ديال الشم. انا هادشي اللي لاحظت عليها ديجا كنت سمره شويه بالشمس وفتحات ليا البشره ديالي. كنستعملوها حتى في القشور اللي كتكون في الانف والوجه اللي كيكون ناشف وكيتقشر. وصراحه هذا البرودوي هذا انا خدم معايا زوين، ما كرهتش ما يتقاداش من السوق، نبقى نشريه ديما. غادي ينفعكم البنات بزاف في هذه الوقيته ديال البرد والشتاء. الناس اللي كتنشف لهم البشره ديالهم، الشفايف ديالهم، بالنسبه للشفايف كتصلح للشفايف بزاف. انا كنستعملها مورا غاسول من بعد ما الناس كنستعملها مورا الغاسول ديالي. صراحه رطبات لي وجهي، كان وجهي صراحه عامر حبوب حالته ما نقولش لكم صراحه، وانما برودوي بمعنى الكلمه اللي كنتي غتحطي فيه فلوسك يستاهل صراحه. والتقييم ديالي على هذا المنتوج هذا هو 10/10 حيت كيحل بزاف ديال المشاكل في البشره وخصوصا الحراق. الناس اللي محروقين في وجههم كنقول لهم الله يحسن عوانكم، ولكن احسن حاجه هي الا كنتم محروقين من الدرجه الاولى ولا الثانيه سيروا عند الطبيب، ديروا لاليد ديروا لازير. ومن وراء هذه البوماد هذه صراحه غادي تليق لكم بزاف وغتفكروا درتي ان شاء الله. وهذا راه بالنسبه لي راه دواء ماشي حاجه تجميليه. كان هذا اخر الفيديو، ما تنساوش ديروا ابوني وجاوبوا كومونتير، وما تنساوش تقولوا لي في كومونتير كيفاش جاتكم بوماده ملي جربتوها. رجعوا قولي لي واكيد غادي تشاهدوا شهاده اللي زوينه بزاف حتى انا بحالكم عجباتني بزاف. شكرا حبيباتي، تهلاو في راسكم، ان شاء الله الفيديو الجديد القادم ان شاء الله. سلامه. I'm on my kitchen floor, asking why you're